ثم ان الكيالي بيقول سورة يوسف هي فعلا قصة أحسن القصص لأسلوب تربية الطفل. فأولا الأب يجب أن لا يقول إلى ابنه أنت كاذب. قالوا له أكله الذئب، هو هيئ المكيدة، ما قال لهم كاذبين، قال فصبر جميل. فالعبرة هو فن التعامل مع الآخر. يعقوب يعرف تماما أنه الذئب لم يأكل يوسف، إذا ما قال لهم كاذبين، دائما فصبر جميل، فصبر جميل. يخرب بيت كذبك وتدليسك والله يا كيالي. بيقول ايه؟ ان اخوة يوسف قالوا لابيهم اكله الذئب. طب يعقوب اللي هو ابو سيدنا يوسف لا، ما قال لهمش انتوا كاذبين، لا لا لا، لكن قال فصبر جميل. يا عم انت بتستعمل، طب ما تقرا الايه كامله حتى. حسبي الله ونعم الوكيل. الايه تقول وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل، ركزوا على بل يا جماعه، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بل هنا اسمه حرف اضراب. عارف انت لما تقول ايه؟ ما عاش احمد بل مات، العكس اهو، ما اكل بل صام. فاذا بل هنا ده حرف اضراب. في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور يقول قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حرف الاضراب ابطال لدعواهم ان الذئب اكله فقد صرح لهم بكذبهم. تفسير الطبري ايضا يقول وقوله قال بل سولت لكم انفسكم امرا يقول تعالى ذكره قال يعقوب لبنيه الذين اخبروا ان الذئب اكل يوسف مكذبا لهم، مكذبا لهم في خبرهم ذلك ما الامر كما تقولون، ينفي ذلك، لا الامر ليس كما تقولون. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام كذبهم يا كيالي. يا اخي بطل بقى هري، روح ربنا يشفيك ويتوب عليك.